اما غدانا النهارده كان حلو حلاوه. النهارده كنا عاملين لوبيا ام عين سودا. انا عارفه ان معظمكم او معظم الولاد مش بيكونوا بيحبوها، فانا هقول لك ليه هم مش بيحبوها، وانا كمان ما كنتش بحبها، وايه السبب اللي بيخلي الناس كلها تنفر منها يعني، او اغلب الناس مش بتحبها. شويه لوبيا من ايد خالته هند. انا بحب الصوص خفيف كده يعني، لو انتوا عايزين تعملوها مسبكه اكتر براحتكم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وحط لايك للفيديو واشتراك في القناة لو أول مرة تشوفوني. أنا اسمي خالد هند. في الأول أنا جبت اللحمة، جبت أي مادة دهنية وسخنتها كويس، بعدين نزلت باللحمة والبهارات، ملح وفلفل وسكر وورق لوري وقرنفل. أنا ما كانش عندي حبة هنا النهاردة، وحطيت كمان واحدة من الشطة المجففة دي عشان أنا بحب طعمها في الشرب. وهاخدهم بقى تشويحة. طبعا انا عملت معاكم اللحمه المسلوقه قبل كده، بس ايه، انا يعني حبيت اصور لكم الغدا من اول. كان الجزار مديني شويه قراقيش كده اللي بتعمل شوربه، دي بحبها انا. فقلت برضه اشوحها مع اللحمه الاول عشان ما احطهاش في الشوربه نيه. طبعا انا غسلها كويس، اي حاجه فيها عظم لازم تغسليها. اما اللحمه لو جايه من عند الجزار طازه يعني لسه مذبوحه حلوه، مش شرط ان انت تغسليها. فاهمين يا خالتوهان؟ شوحتها وبعدين نزلت عليها ببصل وطماطم وفلفل ونص ليمونه. النص ليمونه ليه في الالمونيا؟ علشان خاطر الالمونيا بتاعتك ما تعملش علامه. فاهمه؟ يعني لما تكون مثلا بتسلقي لحمه، بتسلقي كرومب، بتسلقي اي حاجه في المونيا، حط لها نص ليمونه كده بقشرها زي ما هي. فاهمين يا خالتوان؟ بعد كده بقى سبت اللحمه بعد ما غليت، هديت عليها وسبتها بقى مع نفسها تستوي. رحت بقى عشان اعمل اللوبيا، جبت بصلايه، ده حوالي كيلو الا ربع لوبيا. جبت بصلايه كبيره، مش كبيره قوي يعني، متوسطه. وبعدين رحت بشرها ناعم. يا ريت تبشروا البصل في الخضار بالذات، يعني يفضل ان انتوا تبشروا البصل عشان ما يبقاش باين في الخضار. فاهمين يا خالتوهان؟ شوحتها في شويه زيت. ما كانش عندي سمنه بصراحه، بس عادي يعني، انا بطبخ بزيت كريستال فما بيديش يعني الاكل طعمه مش حلو. المهم شوحتها لحد ما خدت لون ذهبي كده علشان يبقى طعمها حلو، يبقى الطبيخ تقليه كده، يبقى الطبيخ ليه طعم. ونزلت عليها بحوالي كيلو من الطماطم مضروب ومتصفي، والطماطم دي مضروب معاها 4 فصوص توم كبار. خلاص، يبقى الطماطم مضروب معاها 4 فصوص توم كبار نايين. نيجي بقى للوبيا. بعد الطماطم ما اتسبكت، اللوبيا دي انا مش سلقاها، انا نقعاها بس. نقعاها كام ساعه؟ نقعتها حوالي 4 ساعات. تمام. تمام يا خالته هند. طبعا البقوليات لما بتنقعوها جوه التلاجة، لما بتكون في الصيف تنقعوا البقوليات جوه التلاجة علشان ما تعملش ريحة وريم. اللوبيا بقى اللي بيخلي الناس تكره اللوبيا بقى ان الناس بتسلق اللوبيا، فلما بتسلق اللوبيا مش بتديها فرصة انها تتشرب الصلصة. انا سبتها مع الصلصة وزودت لها شوية كوباية مية صغيرة عشان الشوربة ما كانتش لسه اتعملت، وسبتها على نار هادية لحد ما اتشربت الصلصة زي ما انتم شايفين كده. اسيبها تتطبخ وتتسلق جوه الصلصه عشان اللوبيا ما تبقاش طعم والصلصه طعم. لكن لما بتنزليها مسلوقه في قلب الصلصه، انت مش بتديها فرصه انها تشرب من الصلصه، فبيبقى قلب اللوبيايه جوه. اللوبيايه دي اللوبيا يعني، بيبقى قلب اللوبيا من جوه لسه فيه طعم اللوبيا النيه. فاهمين؟ انتوا فاهمين قصدي طبعا، صح؟ يبقى عشان تتفادي ان ريحه اللوبيا، الريحه الزعقه اللي بتبقى اللي كلنا بنكره اللوبيا عشان خاطرها دي، اوعي تسلقيها، انقعيها بس. وبعد ما تنقعيها تصفيها وتشطفيها شطفه بميه عاديه، وتصفيها وتنزليها في الصلصه. خلاص يا خالته هنا. كانت اللحمه بقى ايه، دخلت في السوا كده، فقلت بقى رحت حطيتها في قلب اللوبيا وزودتها شوربه وظبطت الملح وسبتهم بقى مع بعضهم. ونسيت اقول لكم ان انا حطيت بابريكا على البتاع ده، واحده قرنفل كانت نزلت في الشوربه فشلتها عشان ما حدش يفكر حاجه. لو وصلت لغايه هنا حط لايك على الفيديو عشان انت هتاكلي احلى لوبيا من ايد خالته هند. وبعدين بقى سبتها لما استوت بقت بالمنظر التحفه ده. عملت ايه كمان جنبها يا خالته هند؟ انا قلت لكم ان انا حطيت بابريكا. انا حطيت بابريكا مع التوابل اللي حطيتها على الصلصه. ماشي يا خالته هنا. وسكر طبعا، يعني انا حطيت اللوبيا توابل، فلفل وكمون وكزبره وسكر وملح وبابريكا. خلاص يا خالته هنا. انا عملت كمان شويه شوربه شعريه، وحطيت فيها بقى شويه القراقيش اللي كانوا مع الشوربه يعني. وعملت كمان رز بشعريه، وكان الغدا جميل وتحفه وطعمه حلو، وغدا كده فلاحي مصري ما فيهوش اي تكاليف. يعني تكاليف اقصد، لا هو متكلف، اقصد تكليف يعني ايه،
يعني غدا طبيعي كده على طبيعته. فاهمين؟ فاهمينك يا خالته هند. اعملوا بقى اشتراك في القناه وتعليق حلو، واعملوا لايك، وقلبوا في القناه هتلاقوا فيديوهات كتير جميله مفيده. هتلاقوا هريسه شطه، وهتلاقوا المش بحلبه، وهتلاقوا كفته العدس، هتلاقوا وصفات كتير قوي ناجحه وحلوه، وصفات للناموس والهاموش والحاجات دي. هتلاقوا حاجات فيديوهات هتفيدكم ان شاء الله في حاجات كتير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. مع السلامه.